والحقيقة الحديث عن الوعي الأثري، أنا عايز أسأل حضرتك بداية، يعني هل كان فكرة وجود الوعي الأثري كواحد من الفروع أو من الأنشطة اللي بتهتم بيها الجمعية، هل ده لأن أنت دخلت على الجمعية وهي عندها الفكرة إنها عايز تهتم بالوعي الأثري، أو دي قناعة شخصية بتاعتك، أو لأنه الجمعية مقرها في الهرم فأنت الطبيعة أو الموقع الجغرافي غصب عنك بيفرض عليك إنك تهتم بالآثار اللي حواليك؟ لا، هو احنا الجمعية جمعية بنات الغد، احنا الشباب بيروحوا بيتطوعوا في كذا مشروع عندنا، مش مشروع السياحة بس، مش مشروع الوعي الأثري بس، كذا مشروع. فالشاب بيجي بيشوف ايه قدراته، احنا بنشوف ايه قدراته، ايه هو بيحب يشتغل في ايه، فبنبدأ نخصص الشباب بقى. مم. فأنا من ضمن الشباب اللي اتخصصت في مشروع الوعي الأثري والسياحة. اه طبعا الحب فيه جدا طبعا بسياحة مصر والآثار اللي عندنا، مم. وقناعتي الشخصيه ان انا عايز انا هدي في الموضوع ده اكتر حاجه، مم. غير المشاريع التانية طبعا. مم. بس فدخلت على المشروع، عرفت ازاي بدأ وازاي اشتغل. لا، احكي لنا ازاي بدأ وازاي اشتغل. وازاي بدأ، هو احنا كنا جماعة في جماعة اسمها جماعة الوعي الأثري والسياحي مم. في المجلس المحلي لمحافظة الجيزة. كان آم، المجلس المحلي بيرعاها. كان جميل. بيرعى. ها. بدأنا لما ربنا كرمنا وافتتحنا الجمعية، بقى ركن أساسي من أركان الجمعية اللي قامت عليها الوعي الأثري والسياحي. بدأنا نهتم بالبذرة، الطلاب، مدارس ثانوي وإعدادي، لأن هم الناس اللي هنقدر نخاطبهم أكتر في الموضوع دوت. كان الأول تجارب فردية كده، كنا بننزل للطلاب نديهم محاضرات وكده عن السياحة والآثار، وناخدهم نطلع بيهم الأهرامات، نطلع بيهم القلعة كده يعني. بدأنا لما الموضوع لقينا نفسنا عندنا إمكانية أكتر إن احنا ندي في الموضوع دوت قوي، بدأنا نشتغل بقى برسمي. رحنا اتجهنا للجهات المسؤولة عن الموضوع دوت، اللي هي طبعا وزارة التعليم، عشان نقدر نخش المدارس. مم. موافقات أمنية، أخدنا موافقات أمنية عشان الشاب يخش فينا يدي محاضرة، ويبقى الجهات الأمنية عارفة احنا بنقول ايه، مش بالظبط. داخلين ندي أي حاجة، لا احنا أيوة. داخلين ندي معلومة مفيدة. بدأنا نتجه طبعا للمجلس الأعلى للآثار والسياحة، طبعا المجلس الأعلى للآثار والهيئة هيئة العامة تنشيط للتنشيط السياحة. السياحي. السياحة. كل ما هو يخص موضوع السياحة والآثار احنا خبطنا باب ودخلنا عليه. بدأنا نشتغل في الحمد لله. السنة دي الترم الأول بدأنا ب10 مدارس. كان البرنامج بتاعنا في كل مدرسة بياخد محاضرتين وزيارتين. تمام. محاضرة بتتكلم عن السياحة ومحاضرة بتتكلم عن الآثار. طبعا سياحة ازاي نعامل السائح، وازاي نحببه فينا، وازاي نعرفه آثارنا وكده. الأثر بقى ذات نفسه بننزل بنعرفه الأثر دوت بدأ امتى، وازاي جه الفراعنة كانوا بيعملوا ايه، العصور بتاعتنا اللي مرت علينا في مصر. بننزل بعد كده نطبق عملي بقى في المناطق السياحية. مم. بناخد اللي احنا درسناه دوت، ننزل مع الطلاب ناخدهم في في جولة جماعة، سياحية. اه. في جولة كده سياحية. بنروح الأهرامات نتعرف برضك على الواقع الأثر وإزاي بدأ، وبنديلهم معلومات خلفية سياحية عشان تبقى لازم عند كل طالب أو كل شاب في مصر، يعني لازم يبقى عنده خلفية سياحية عن آثاره. طيب، ده كلام جميل. انت قلت كلمة مهمة قوي، خلفية سياحية او خلفية أثرية. اثرية. فين الوعي بقى؟ ما هو الوعي بنبدأ بقى إيه في محاضرة السياحة أو محاضرة الآثار. مم. نقول له السياحة مهمة، السياحة خير لينا فعلا كلنا، ازاي نحافظ عليها؟ ما هو شقين، مم. وعي أثري ووعي سياحي. الوعي السياحي بعرفه يعني ايه سياحة، وازاي تحافظ على السائح دوت هو العملة بتاعتنا اللي احنا المفروض نخلي بالنا منه قوي. فازاي نعامله، ازاي تبقى معاملتنا معاه كويسة، ما نقولش كلمة وحشة عشان ما يطلعش يتكلم علينا كلمة وحشة. مم. ده الوعي الايه السياحي. مم. بنبدأ نخش في الوعي الأثري، نعرفه الأثر، ازاي نحافظ على الأثر، ازاي نبقى عارفين المعلومات عنه، ازاي نبقى ندي الصورة بتاعته الحلوة، مش حجارة وخلاص. احنا مصر مش بلد حجارة وخلاص، احنا بلد آثار، احنا بلد ليها حضارة، فلازم نعرف الناس دي يعني ايه آثار. طيب، ده كلام جميل، واحنا بدينا من الاول ان احنا يعني اتفقنا مع بعض على ان احنا بنبتدي من التعليم، من المراحل الاولى من التعليم طبعا. لحد ما نطلع مع بعض للمراحل اللي بعد كده. طبعا. ده كلام جميل. بس الحقيقة انا بيعنيني قوي الكلام التطبيقي بقى والفعلي. تمام. آم، احنا كلنا محتاجين يكون عندنا ثقافة أثرية ووعي أثري. بس إذا كنت أنا بستهدف شريحة الطلاب الثانوي وطلاب الإعدادي، ده جميل. لكن المشكلة عندنا في الأشخاص اللي بيروحوا للآثار دول وهم مش طلبة مثلا. عندنا مشكلة مثلا في اللي بيشتغلوا في الهرم،
السياس مثلا عندنا مشكله فيهم. هو مشروعنا شغال بالتوازي مع مشروع الوزاره ها. اللي هو سياحي لينا كلنا. ايوه. الوزاره شغاله على مستوى مصر كلها. احنا واخدين تخصص اكتر بقى. احنا واخدين تخصص اكتر اللي هو في محافظه الجيزه، شغالين على محافظه الجيزه اكتر. شغالين بناخد الطلاب وبنثقفهم وكده. فكده كده اوكي، الوزاره شغاله على مستوى مصر كلها. واحنا طبعا احنا طبعا يعني شغلنا مش مقتصر على الجيزه. احنا لما امكانياتنا بتزيد بنبدا نوسع نطاق عملنا. احنا الاول كانت امكانياتنا على بنروح مدرسه نقول لهم احنا عندنا ناس متخصصه في الموضوع دوت، فها ايه رايكم نيجي نديكم معلومه؟ فبيقولوا لنا لما قدراتنا تمكنا من الموضوع اكتر بدانا نكبر، بدانا نشتغل بقى في كل فصل دراسي على 10 مدارس. الحمد لله الترم الثاني انجزنا 15 مدرسه الحمد لله، وشغالين بنفس الجوده اللي احنا شغالين فيها من الاول خالص. ده جميل. ساره،